يا دكتور عندي السكر مظبوط وعندي تنميل في رجلي. طيب التنميل مش من السكر بس، خد بالك التنميل له اسباب كتير قوي. نقص فيتامين بي يعمل تنميل، في مشكله في اسفل الظهر، ضغط على مخارج الاعصاب تعمل تنميل، مشاكل اسفل الظهر، زلاق غضروفي، زحزحه في الفقرات، وضيق القناه العصبيه. في مشكله ضغط على قرص العصب نفسه، يعني المسار بتاع العصب بعد ما خرج من الظهر اتزنق في الفخذ مثلا من ورا او في الاليا من فوق، زي البيرفورم سندروم او العضله الكمثريه. انضغط حوالين الركبه، حوالين الهيد فيبولا، دي الاماكن. انضغط في الانكل من تحت، حاجه اسمها تارسال تانل سندروم. ببساطه الامراض دي تتلخص في ان في حاجه ضغط على مخرج العصب من فوق اول السلك، او على المسار بتاع السلك نفسه في الرجل. طيب دي العيله التانيه من الاسباب. العيله التالته الدوره الدمويه بتاعه الرجل، لو في مشاكل في الدوره الدمويه بتاعه الرجل تاثر تعمل تنميل برضه. طيب انصحك تبدا بايه؟ تبدا بظهرك. لو في مشكله في الظهر اعمل اشعه رنين على الفقرات وتروح لدكتور عمود فقري. لو في مشكله عندك في الاوعيه الدمويه او جلطات قديمه في الرجلين تروح لدكتور اوعيه دمويه يبدا معاك. على حسب ايه اللي عندك هنتحرك بس. لكن الموضوع بسيط، ما تخافش يعني. الف سلامه عليك، افتكر دايما الامل موجود. سلام عليكم.